الله عليكم أخواتي الكريمات، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة البريوش الرمضاني بمقادير جد بسيطة متوفرة في كل بيت، والنتيجة مضمونة 100%. نبدأ بسم الله على بركة الله. عندنا 3 كؤوس تاع فرينة، كذلك نصف كأس تاع زيت، نصف كأس تاع سكر، هنا عندنا ملعقة تاع خميرة الخبز، وهنا زيت تاع الليمون أو مبشور الليمون. عندنا كذلك حبة بيض، وكذلك عندي ماء زهر، وتقدري تستبدليه بالفانيليا. نبداو في التحضير. هنا خدينا ان ريسيبيون فيها نصف كاس تاع ماء دافي ونصف كاس حليب دافي كذلك. نبداو التحضير. ناخذ النصف كاس تاع السكر، كذلك مبشور البرتقال والخميرة الكيميائية خميرة الخبز عفوا، والكأس الأول تاع الفارينة، ونبداو نمزجو الكل. نضيف كذلك الكأس الثاني، نمزجهم جيدا. نضيف كذلك ماء الزهر كمية. ونخلو الكل يتفاعل، باش نخلو الكل يتفاعل. نشوفوا اخواتي هذيك العجينه تاعنا بعد ما تفاعلت الخميره. في هذه المرحله نضيفوا نصف كاس تاع الزيت، وكذلك حبه البيض. نضربوا هذيك البيضه شويه، نضيفوها للخليط، وهنا نمزجوها. نحاولوا ندخلوا هذيك الزيت جيدا في الخليط حتى يمتزج كل شيء. هنا اخواتي كنا نسينا رشة الملح، نضيفوها، ونضيفوا كذلك نصف كأس تاع الفرينة، ونبداو نمزجو ونشوف. نزيدوا الفرينة حتى تحصلوا على عجينة طرية. والفرينة ما نضيفوهاش دفعة واحدة، كما نعرفوا كاين الفرينة اللي تشرب السوائل، كاين اللي ما تشربش. هنا مازال يخصها، نزيدوا لها هذيك نصف كأس اللي بقات. هنا الكيفيه ديالنا اخواتي، خذات لنا 3 كؤوس ونصف تاع الفرينه، ضفت هذوك 3 كؤوس كاملين، وضفت كذلك نصف كاس.
يعني الفرينه ديالي ما تشربش. هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها اخواتي، يعني عجينه تكون تلصق شويه، ونخلوها في هذه المرحله تختمر من جديد، ونعاودو نرجعوا ليها. نخلوها تختمر في غطها، من بعد نعاودو نرجعوا ليها. حبيباتي رجعنا للعجينه تاعنا، شوفوا وين عادت. هاي لك العجينه ديالنا اختمرت، يعني كانت اختمرت المرحله الاولى وكسرنا لها هذاك الخمور، وزاد خمرت المرحله الثانيه. دوك نبداو نشكلو فيها. نعملوها على شكل حربوش. نقطعوها على ثلاث قطع، يعني نديروها 3 خبيزات. الخبزه تاعنا هاي الثالثه، يعني كما رانا نشوفوا مازالت العجينه تتلصق. نكملوا نبسطوا العجينه ديالنا. نعطوها شكل طولي. نحاولوا نرقوها لها قد ما نقدروا. هنايا نعملوا فيها خطوط. نقلبوها اولا، حتى نكملوها كامل. ونكملوا نلويوها بهذه الطريقه، يعني حتى نحصلوا على شكل حربوش. نحاولوا نسقموا الشكل ديالها. هنا نجيبوا صينيه نملوها فيها، نحطوها فيها. ونكملوا كامل الكرات بنفس الطريقه. نكملوا الحبه الثانيه بنفس الطريقه، يعني بعد ما حليناها نزيدوا نلويوها. يعني الهدف ان نلويوها باش لداخل العجينه تجينا خفيفه. نزيدو نقسموها مليح. ونكملوا نلويوها. وكذلك حطوها في الصينيه.
ونكملوا الحبه الثالثه بنفس الطريقه ونخليهم يختمروا، يعني وبعد ما يضاعف الحجم ديالهم نعاود نرجعوا ليه. شوفوا اخواتي الخبز ديالنا بعد ما اختمر وين وصل. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. دوك في هذه المرحله ناخذ حبه تاع بيض وعليها ملعقه صغيره تاع خل، يعني باش تروح لنا هذيك الزنخه تاع البيض، ونطريو كامل وجه تاع الخبزات ديالنا. في هذه المرحله اختي الكريمه ممكن انك تضيفي رشه تاع سانوج او رشه من السمسم. انا اكتفيت بوضع البيض فقط. وكنت شعلت الفرن على 180 درجه. لما يسخن الفرن ديالك مليح، يعني تاخذي الخبيزات ديالك تحطيهم يطيبوا حتى يتحصلوا على اللون الاحمر من الاسفل. لما يتحمروا من الاسفل اشعلي من الفوق باش يكملوا التحمار ديالهم. نشوفوا اخواتي الخبز ديالنا بعد ما طاب، هذا هو اللون اللي تحصلنا عليه، يعني لون احمر جميل. في هذه المرحله ناخذ الخبيزات ديالنا ونقسموهم من الوسط ونوضعوا فيهم الكريم باتيسيا، وممكن انك تحشيهم كذلك بالنوتيلا. اخواتي هذه النتيجه اللي تحصلنا عليها. انا هنا وضعت له رشه تاع سكر ناعم. ما بقى لي غير نقول لك اختي جربيه، ما راحش تندمي عليه. ما تنسونيش اخواتي فضلا وليس امرا بالشير وسبسكرايب. وما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.